السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي دواء ان شاء الله باذن الله للبواسير. اي واحد كيعاني من البواسير ان شاء الله يجرب هذه الوصفه هذه وغادي يشكرني عليها. فعلا هذه الوصفه فعاله للبواسير. اي واحد كان عنده امساك وصدق عنده امساك مثلا حاد تسبب له في البواسير، هذه الوصفه ان شاء الله غادي داوي له هاد البواسير. غادي نحتاجو فيها باذنجان. عندي هنايا دنجاله كبيره ودنجاله صغيره. المهم الا كان جوج الناس مرادين في الضرب البواسير ممكن تستعملوا دنجاله كبيره، الا كان غير شخص واحد غادي نستعملوا غير دنجاله وحده، لا زعما عفوا غير دنجاله صغيره. انا غادي نستعمل غير الدنجاله الصغيره. تجيبوا هكذا صينيه ولا مقله بحال هادي، مقلاس. غادي تقطعوها هكذا دوائر، الافضل يكونوا شرائح يعني رقاق. كما قلت لكم ان شاء الله اي واحد كيعاني من البواسير هاد الوصفه عن تجربه ان شاء الله غادي تبراو من البواسير. يعني كنشدوهم هكذا، ملي كنقطعوهم هكذا دوائر رقاق ممكن تنشفوهم في الشمس. اللي عنده الشمس يعني فين ينشفوا، اللي ما عندوش يعني الشميسه حاره يصهدوا هكذا في الفران يعني تيبس. تشعلوا الفران يسخن وتطفيوه ودخلوا فيه المقله. هذيك الصهد ديال الفران ديك الحراره ديالو كتنشفوا لنا، يعني غادي تدخلوه وتخرجوه واحد جوج مرات ولا ثلاثه. ما غاديش تخليو الفران مشعل، غتبقاو تطفيوه تيسخن وتطفيو عليه ودخلوه صافي كينشفوا مزيان. المهم هانتوما معايا ان شاء الله وتشوفوا الطريقه، يعني حتى كيرجع يابس. انا غادي ندخلو للفران، غنشعل الفران حتى يسخن ونطفي عليه ونحطو فيه يعني يتصهد حتى يرجع يابس، ما يبقاش هكذا رطب. وديك الساعه غادي نجبدوه ونطحنوه. انا غنوريكم الطريقه. انا رجعت لكم من بعد ما يبسوا في الفران، يبس مزيان بحال هذا الشكل هذا. من بعد كنهرسوه بهذا الشكل. هاد الوصفه هذه غير صيفطوها للناس اللي كتعرفوا اللي مرادين بالبواسير، راه ان شاء الله باذن الله غتجيب معاهم نتيجه. يعني كيرجع يابس هكذا. كما قلت لكم كتسخنوا الفران وتطفيو جوج مرات هكذا صافي كافي، صافي كيرجع يابس. كنشدوه وكنطحنوه.
كيرجع هكذا بودره كما كتشوفوا معايا. الحمد لله الريحه ديالو شفت العطيس. انا نوريكم الطريقه باش كنستعملو. هانتوما كنجيبو شويه من هذا الخليط، يعني كيرجع بودره كما قلت لكم. تجيبو غير واحد الكميه قليله، كنضيفو عليها شويه زيت الزيتون. يعني غادي نستعملو غير الكميه اللي غنخلطو مع الزيت اللي غنستعملو ديك الساعه. يعني كل ليله ملي كتبغيو تنعسو كتاخدوا واحد نص معلقه صغيره، كتزيدوا تضيفوا عليها زيت الزيتون، كتحاولوا تدمجوهم مع بعضياتهم. نزيد شويه وكتستعملوهم استعمال يومي. يعني بحال دابا هاد نص معلقه كتستعملوا هذيك الليله، يعني النهار الثاني كتهزوا شويه من هاد البودره هادي احتفظوا بها بشي قرعه، تسدوا عليها وصافي كيبقى صالح. كتهزوا غير الكميه اللي غادي تحتاجوا داك الليله صافي. يعني هذا اللي خلطنا مع زيت الزيتون. هو ملي كنبغيو نعسو كنمشيو كنحطوه في دوك الحبات ديال البواسير، يعني البلاصه ديال الشرج اعزكم الله. يعني تما كتحطوا هاد المكون السحري. صراحه راه فعال وعن تجربه كما قلت لكم. غير جربوه ان شاء الله راه غادي يجيب ربي الشفاء. اي واحد كيعاني من البواسير يجرب هاد الوصفه وردوا عليا الخبار. فعلا فعاله، كداوي بعد اذن الله سبحانه وتعالى. كنحتاجوش بزاف، غير شويه يعني يوميا نداوموا عليها. ممكن نداوموا غير سيمانه تبراو، يعني على حسب الشخص شكون، واش مريض بزاف واش. تحطوهم على دوك الحبات ديال البواسير وان شاء الله كيبراو. غير اسبوع تقدروا تزيدوا شويه على اسبوع، واخا ما غاديش يعني يمشيو في مره، ولكن مع المده غيدوبوا. داوموا على هاد الوصفه هادي اسبوع كامل، وإلا شفتوا ما عطاتكمش مثلا النتيجه زيدوا شويه. يعني ما عطات النتيجه صافي وقفوا. ممكن السيمانه اللي من بعد ديك السيمانه اللي استعملتوه غادي تعطيكم النتيجه ان شاء الله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الناس اللي كتعرفوهم مرضين بالبواسير. راه شحال من واحد محتاج هاد الوصفه هادي، وكما قلت لكم راه عن تجربه. ان شاء الله باذن الله غتجيب معكم نتيجه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.